عندك دم. اللي بيقول يقول الحمد لله على السلامه. يا عيني ليه كنت جايه من السفر ولا ايه؟ يا عيني مالك يا حبيبتي؟ عدالك قتيل ولا ايه؟ في ايه يا شيماء؟ نامي عقوشه بقى، انت من ساعه ما صحيتي ما نمتيش. يلا نامي. بسم الله الرحمن الرحيم. خير يا رب. امك تيجي بقى يا عائشه، انا مش قادره يا بنتي، مهدوده. اهي جت بان عليها عصمت. لا بس عصمت معاه مفتاح، عارفه ان انا يا بنتي ما بنقدرش نقوم يابا. ايوه مين؟ انا ماما افتح. دي شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامله ايه يا حبيبتي؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله. عامله ايه يا شيماء؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ تعالي بقى، مش قادره يا بنتي. الله يكون في عونك. هنعمله ايه بس؟ الحمد لله. عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله. انت عامله ايه يا شيماء؟ الحمد لله. يا عايزه في الشغل؟ وسايبه لك البيت؟ هتعمل ايه يا بنتي؟ هتروح بيها الشغل يا شيماء؟ لا ازاي ما تروحش بيها الشغل؟ سيبها لك انت وتدحي لك انت، مش مهم. اعمل ايه طب يا بنتي؟ يلا. واحمد في ايه؟ الشغل برضو؟ في الشغل. الله يعينك ويقويكي. وانت بتفضلي طول النهار كده شايلاها كده؟ هتنام اهي. هتنام؟ هعمل ايه طيب؟ بنت ما بتسكتش على صرخه واحده، تنامي على السرير تقولي يا اختي البت في حاجه بتقرصها عايزه تتشال كده. انت شلتي طول النهار وطول الليل انت شايلاه. طب هعمل ايه؟ قولي لي اعمل ايه؟ طب وانت هتستحملي كل ده؟ انت هتقدري على كل ده؟ ما بتشتغل، هتعمل ايه يا بنتي؟ تشتغل؟ ايوه. مالك يا شيماء في ايه؟ انا تعبت صراحه، والله تعبت لك، والله العظيم بجد. اصل انت دلوقتي ولا سن انك انت تتحملي تقعدي تربي في عيال صغيره، ولا تغسلي. غسلتي النهارده بقى على كده؟ وبالنسبه للفرن والاكل جبتي العيش الصبح ولا؟ ايوه يا بنتي، وهي نايمه الصبح قمت الصبح جبت لي 10 ترغفه وجيت عملت الغدا. يا لهوي يما. هعمل ايه طيب؟ وحبه الغسيل نشرت حبه ولقيت المنشر ما كفش، غسيل ياما قوي سبت بقيته، قلت اما تيجي عصمت بالليل تنشره. طب ده يرضي مين بس؟ هو انت يا حبيبتي نزلتي الصبح جبتي الاكل وجبتي العيش وجبتي الحاجه انت برضو؟ ايوه رحت الصبح جبت العيش من الفرن وجيت يا بنتي. قومي يا شيماء بصي على الاكل كده اللي على النار. اكل ايه على النار؟ هو انت كمان طبخه؟ ايوه يا بنتي. طب انت طبخه ازاي؟ انت طبخه بايد وبايد شايله بيها؟ هعمل ايه؟ ما البت خفيفه اصلا. خفيفه؟ دلوقتي بنت عصمت اللي خفيفه؟ ان ما شلتي لي عيل يما، الاربع عيال ما شلتي لي عيل، ولا تبكتي فيا ولا نعيتك هم عيال. يا لهوي ما تقعديش تبكتي فيا بقى يا شيماء. اشمعنى عصمت يما اللي بتعملي معاها كده يما؟ وطي صوتك، ما صدقت راح تروح في النوم. في ايه؟ النوم؟ يعني حرام ولا حلال اللي انت فيه ده؟ انا زعلانه عشانك والله العظيم. انا الكبيره اهو، ما نعيتكيش هم عيال، انا مخلفه 4 عيال ما نعيتكيش هم عيل منهم، ولا كنت طب بالنسبه للبامبرز انت تغير لها البامبرز؟ امال مين هيغير لها؟ يا ناري. ايوه انا طبعا. يا اللي كنت بغير لابني يا اختي قدام منك تقولي شيماء شيلي بقى البامبرز ده عشان انا مش طايقه الريحه، مش طايقه. دلوقتي انت اللي بتغيري وانت اللي بتشطفي وانت اللي بتحمي وبتعملي كل حاجه عشان هي للدرجه دي عصمت عندك غاليه؟ يعني انا عايزه افهم بس، هي عصمت ايه؟ بنت البطه البيضه وانا طول عمري بنت البطه السوداء؟ ليه بتغيري من اختك كده؟ هو دي كده غيره ياما؟ ايوه غيره. غيره ازاي ياما بقى؟ هي عصمت غلبانه، العيله الصغيره اخر واحده فيكوا. في ايه؟ طب وانا مفتريه ياما؟ هي غلبانه اصل انت عماله تبكتي فيا وتحرقي في دمي. ما تبصيش على اكل ان شاء الله يشيط يا شيماء الاكل. انا هبص لك على الاكل حاضر، هبص لك على الاكل. لا يا اختي خليكي انا ام بالبيت عادي يعني، ما انا طابخه بايدي. ايه ده؟ وعامله فراخ والبطاطس والرز ومظبطه الدق. او ليه بس؟ او ليه يا ربي؟ انا مش عارفه او ليه والله. انا مش هعمل لها، مش عارفه يعني. حتى كمان ما انتش مقضياها، ده انت بتقفي على البوتاجاز تطبخي له. طب انا عايزه افهم انت بتعملي كده ازاي؟ يعني انت بتعملي كل ده ازاي؟ لما عينها بتغفل شويه بنحطها ونحط لها البتاع بقها ونقوم نعمل الاكل. تغفل؟ خلاص يا ماما حرام عليكي والله، حرام عليكي نفسك انت، ما انت حمل ده. وبنتك اللي ما عندهاش دم المفروض حتى تروح الشغل تقول لك تخليك انت قاعده بيها طول النهار، كفايه قعدتك ببنتها، وهي تيجي بالليل تشوف اللي وراها تغسل وان كانت تعمل اكل وتعمل حاجه. هو ايه الغلب اللي انت فيه ده؟
ده انت خدمه ولادتنا ما جيتيش مره خدمتيني وانا والده، ده كانت حماتي اللي بتيجي تخدمني، اجي اقول لك يما انت ما جيتليش، تقول اصل انا مش فاضيه، اصلك ابوكي، اصلك اختك في الشغل، والاكل اللي متعلق على النار، كل ما اكلمك اقول لك تعالي لي يما تقول اصل الاكل انا معلقه لاختك على النار. هو ايه يما في ايه؟ هو انت ما خلفتيش غيرها؟ خلاص بقى يا شيماء، انت جايه تقطمي فيا. اقطم فيك؟ ما تقعدي ساكته بقى. لا مش هقطم فيك ولا حاجه، اعملي اللي انت عايزاه، اعملي اللي انت عايزاه براحتك، اعملي اللي انت عايزاه يما. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا رب. خلاص بقى يا شيماء بطلي بقى. انا بغلي عشانك والله، والله العظيم انا قاعده بغلي عشانك على الغلب اللي انت فيه. طب اخدها عن ايدك طيب؟ اخدها عن ايدك، اشيلها عن ايدك شويه؟ لا لو شلتيها هتعرف هتعيط، هي ما بترتاحش الا في حضن ما كنتش بنتها يا اختي وجبتيها على كبر وانا ما اعرفش. حول ولا قوه الا بالله. يا بنتي معزل من الولد، ولد الولد. ايوه صح، وده ولد مين؟ ده ولد عصمت. حول ولا قوه الا بالله. تليفوني ده يا شيماء هو فين؟ خلاص اقعدي. ده عصمت. يلا شوفي الشملوله طالبه ايه الاوردر تاني. ايه يا حبيبتي؟ هي بتنام اهي، عينيها لسه رايحه في النوم دلوقتي. هتيجي امتى يا عصمت؟ انا دراعي وجعني والله يا بنتي. ايه؟ هتتغدي مع منال بره بعد الشغل؟ يا لهوي يانا يما على اللي انا فيه. ماشي. قولي لها انت بارده، قولي لها انت بارده ما عندكيش دم. لا مفيش حاجه. ماشي يا حبيبتي اتغدي. ماشي. عامله لك الاكل هنا زي الفل يا حبيبتي، بطاطس وفراخ ورز. حتى شيماء اختك هنا، تعالي اتغدى عشان نتغدوا مع بعض. وعدتي منال؟ طيب يا حبيبتي خلاص. بتقول لها طيب؟ بتقول لها طيب؟ بتقول لها برضه طيب؟ لا ما بتقولكيش، لا بتقول لك تعالي يا عصمت عشان عايزه اشوفك قبل ما تمشي. قولي انا مستنياكي، انا قاعده مع امك مستنياكي يا غاليه. ماشي يا حبيبتي يلا. اقولي بس على برودك يا شيخه، بدل قد ما برده هتفضلي طول عمرك ما تهدي شويه يا شيماء، في ايه يا شيماء؟ ايه بس يعني انت بالراحه سايبه البت معاكي، وكمان بتقول لك انا رايحه اتغدى مع ده بص هقول لك ايه، ما هو ده اخر الدلع. هي ولا حامله مسؤوليه راجل بره، ولا حامله مسؤوليه عيله معاها. خلاص بقى يا شيخه، واللي هي كانت بتعمله وهي بنت بتعمله دلوقتي وهي متجوزه. شفتي اخر الدلع؟ والله بتف على خلاص بقى يا ستي، ان اتحملت مسؤوليه ولا بقت بني ادمه. اسكتي بقى. انا قاعده بقى مستنياها هنا. روحي بقى روحي بيتك عشان عيالك يما. لا والله انا قاعده لها مستنياها عشان اشوفها بقى. ما تروحي يا شيماء، انت غاويه الشر ليه معاها؟ انا كنت جايه اساسا على اساس ابص عليكي حبه وامشي، والله لا انا قاعده مستنياها عشان دي عايزه تتغسل غسله كويسه، عشان هي ما عندهاش دم، عشان انت لا قدر الله يوم ما تعي ولا يجرى لك حاجه والله ما هيكفيني ولا هي ولا جوزها ولا بنتها. انا قاعده بقى مستنياها. بنت ذنبها ايه؟ بنت ذنبها ايه؟ دي بارده، دي بني ادمه بارده ما عندهاش دم. ماشي، اللي كانت بتعمله هي بنت بتعمله وهي متجوزه برضه، بقول لك انها وانت محملها مسؤوليه حاجه؟ ده انت جبتيها على كبر، البنت دي مش بنتها. اديني قاعده مستنيها اهو لما تيجي. طب اسكتي بقى. ماشي اديني ساكته اهو. اسكتي، اختك لما تيجي ما تشبطيش معاه. لا ما اشبطش ماشي. عارفه شيماء مش هتعديها النهارده. شيماء انا عارفه بتقول يا شر اشطر، جايه والشر في عينها. ماشي استنى اشتكيت لك. ما اشتكتي لي وانا مستنيه لما انت تشتكي لي؟ ما انا قاعده اهو. هتشتكي لي، لكن انت يوم لا قدر الله ما تعي ولا يحصل لك حاجه انا اللي هشيل في الاخر، وهي هتقول لك هو انا عملت لها ايه؟ هو انا كنت بديها ولا كنت بتحمل لها مسؤوليه حاجه؟ ده انا كنت شغاله بره وجوه وهتعمل لك فيها الملك. بس انا لما اظرفهم لها بقى واعلم عليها المره دي عشان يوم ما يحصل لك حاجه والله لا هاكل مصاريف. بس عشان تعبت بقى، والله انا تعبت. لا انت وجعتي لي دماغ، انا البت ما صدقت نامت. هنيمها وانام جنبها شويه اريح. بقيت في على النار. روحي ماشي روحي. اخ يا ام اسمع الرحمن الرحيم. لهوي خالتك معلش يا بنتي نصيبنا. مش انت قادره تمشي؟ اقول ايه بس؟ اقول ايه يا شيخه؟ الله يسامحها والله مطرح ما هي قاعده، الله يسامحها. اما اروح اشوف الاكل اللي على النار عبال ما تيجي السنيور، ده يومها النهارده اخبر. طفت لها على الاكل اهو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو انت جيتي يا مشملوله؟ يا اختي شفتي بقى انا قاعده لك عملك الراضي قاعد لك. مالك يا حبيبتي؟
مالي ايه يا اختي؟ انت عندك دم. اللي بيقول يقول الحمد لله على السلامه. يا عيني يقول ليه عامله ايه؟ كنت جايه من بتسلم السفر ولا عليا. ايه؟ يا عيني مالك يا حبيبتي؟ رجالك قتيل ولا ايه؟ لا في ايه؟ في ايه يا شيماء؟ انت بني ادم ما عندكيش إيه يا ماما دم. في ايه يا شيماء؟ تهدي شويه يا شيماء. واخداني على مشامي من اول ما طول جيت. النهار امك قاعده بالبيت وجت اخره المتم تقول لها معلش والله اصل انا مش هاجي لك على الغدا، اصل انا متغديه بره. انت عندك دم يا بت. هي سؤال ماما اشتكت لك؟ يعني ايه ماما اشتكت لك؟ يعني ماما اشتكت لك؟ انت خلاص يا هي مش شيماء. هتشتكي، هي غلبانه ومش هتشتكي، بس يوم ما هتعي انا اللي هشيل وهتيجي وقتها تعملي فيها البريئه. مين يعني اللي هيشيل؟ انا اللي هشيل يا ده حبيبتي. في ناس بعد الشر عليا بتقروا عليا. لا مين بعد الشر بالعايز يا عليكي، جماعة؟ بعد الشر عليكي، بس هي ما تحملتكيش المسؤوليه دي كلها. طب خلاص يا شيماء، لا اختك مفيش جايه حاجه اسمها تعبانة. خلاص، هي لازم يبقى عندها دم. يا تخلص شغلها وتاخد بنتها معاها توديها حضانه الشركه هناك، يا تخلص شغلها وتجيلك على طول، وانت ما تحمليش البنت طول النهار تبدل هي وابوها. طب اهدي. انت هي كفايه ان هي قاعده معاكي وانت مستحملاها غسيل واكل وتربيه عيال. ليه؟ ده انت ما عملتلناش احنا كده، اشمعنى هي يعني؟ خلاص ما تزعليش. ده كل ده ايه؟ يعني انا عايزه اعرف كل اللي هي فيه ده ايه؟ ده غل هي وهياخد عشان- ده ايه؟ لا ده عشان برود. هي جت لقيتني شايله عائشه والبت مش راضيه، ده وعملت برود يا الاكل اختي. وكل حاجه وتعملي اخر اقعدي يا النهار اختي، تتصل اقعدي. بامك، يعني امك واقفه في المطبخ قعدت طبخت وعملت الاكل وتعبت لما طلع عينيها، وكمان تتصلي بيها في الاخر تقول لها معلش والله اصل انا رايحه اتغدى مع السنيوره منال. وهي على هو يا قلبها بنتي زي الداء اللي فيك ما بيتغيرش. امي على قلبها زي العسل. قلبها زي العسل. عز من الولد ده هي يا والولد، عيني وهي ما عندهاش غلبانه. فكره هي عامله ايه على عائشه يا عيني. وبتحبها قد ايه. يعني احنا بقى نستغل النقطه دي. هي كانها اول حفيده بالنسبه لها. ليه يا بنتي؟ ليه هي عدمتنا انا ولا ايه؟ اللهم لا حول. هي عدمتني وعدمت عيالي. ليه لا يا عشان حبيبتي انا اول صغيره، حفيد؟ عشان انا ست صغيره. بس بقى يا جماعه صلوا على النبي، في ايه؟ خلاص يا عصمت، خلاص يا شيماء طب بقى. انت الداء اللي عارفه اللي بتعمليه. خلاني اتكلم معاها بالاسلوب ده الطريقه اللي هي مقابلاني بيها اول ما جيت. قبلك احمدي ربنا يا بنتي كده ما جبتكيش من شعرك اساسا. يوه احمدي ربنا عملتك كده عشان دي امك، يبقى عندك دم. لازم يبقى عندي دم. اما امي تقف في المطبخ وتعمل لي الاكل وشايله بنتي، ده انا اجي من الشغل يعني عشان ابوك الله يرحمه كان موجود ايامك انت فما جاتلكيش، فدلوقتي ابوك الله يرحمه وبقت فاضيالي، فده غيره. فاضيالك. هي فاضيالك انت بس، حتى لو ابوكي ما ابوكي بعد الله يرحمه لما تيجي تقولي لها على حق تعالي لي يما ولا يكون في حاجه تقول لك معلش والله اصل الاكل على النار، اصل انا بعمل لعصم. هي حطتك، هي ما خلفتش غيرك. بس بقى وقت لما يحصل اي حاجه والله يا عصمت كم مره ما هيكفيني ولا انت ولا بنتك ولا جوزك. اكل مصارينك كده يا بنت، كلكم ولادي يا بنتي. ماشي عشان هي ما عندهاش دم. المفروض اطلع من شغلي، كفايه ان امي قاعده ببيتي طول النهار، ده انا اجي اجري عشان اشوف بنتي اشيلها واشوف امي محتاجه ايه وعايزه ايه، لكن اسيب لها الغسيل واسيب لها عمايل الاكل. ايه يا بنتي؟ ده انت يا بنتي، ده انت لو جايبه واحده من الفلوس مش هتشغلها الشغل ده كله يا بنتي. انا بقول لك اعملي اكل يا ماما. انا اللي بقول لك يا امي، انا بقول لك يا ماما سيبيه لحد ما اجي من الشغل اجي الاقيكي عامله الحاجه. عشان انت اللي تقولي لي ما ينفعش تيجي من شغلك تفضلي واقفه. يا عيني يا انا هسيب الحاجه يا بنتي، انت جايه من شغلك شقيانه برضه. صح. امال الصينيه اللي تتحط لك على رجلك دي هتتحط ازاي؟ هي لازم تعمل الاكل وتعمل الحاجه تحضر للسنيوره عصمت عشان لما تيجي تقعد على الكنبه كده وتحط لها الصينيه وتحط لها الاكل لوحدها. بس النهارده ايه؟ سابتك انت اتغديتي؟ امك ما اتغدتش، امك لسه مطفيه على الاكل اهي ما اتغدتش. ليه؟ عشان السنيوره اصلا بتتغدى بره، انت بيجي لك نفس يعني بنتك سايباها. طب ما انت قاعده معاها ما غديتهاش ليه؟ اغديها ايه؟ ما انت مش قلبك تقول لك لا ماليش نفس لما يجي احمد وعصمت. قلت لها تعالي اغديكي. لا لما يجي احمد وعصمت. سبحان وقلت انا داخله انام جنب عايش، سابتني انا ودخلت ليه. طب سبحان الله. هي الام بتلجأ للي مريحها. وانت بالنسبه لك انت مريحاها؟ الحمد لله ما شاء الله عليكي. عارفه يا عصمت انا مش عارفه اقول لك ايه. خلاص بقى يا شيماء. والله ولا انا عارفه اقول لك والله العظيم انا ما عارفه اقول لك ايه. والله شيماء بان قوي اللي في جواكي من ناحيتي. ايوه بان والله في كلامك والله. كيف بقى جبتوا لي صداع بقى؟ حرام عليكم يا جماعه، في ايه؟ هو في كده؟ خلاص يا عصمت، خلاص يا شيماء، وجعتولي دماغي. ماشي، انتوا اساسا اللي طلع بينكم اللي داخل بينكم طرح. والله مهما اتكلم، شوف انا بتكلم في صفك وانتوا هتاكليني برضه. يلا السلام عليكم. انتوا طب اقعدي اتغدي يا شيماء. مش عايزه اطفح. ما انت برضه يا عصمت طولتي قوي يا عصمت. يا راح اتغدي مع منال، ما تيجي تتغدي معايا انا يا بنتي. منال دي يعني انت معاها في الشغل بتفطروا مع بعض، ما حبكتش الغدا معاه. حتى اختك مشيت اهي زعلانه اهي، ولا كلت ولا شربت ودمها محروق. تزعليش مني يا زعلانه عليا برضه يا عصمت، شايفه الحمل تقيل عليا يا بنتي. تقيل عليكي خلاص يا ماما، انا هاخدها واروح بيها الحضانه بنتي. يا بنتي انا مش بقول لك خديها، انا تعالي بدري يا حبيبتي، مفيش داعي الغدا بره.
ماشي. ما انت بتيجي بتلاقيني عامله لك الاكل نتغدى انا وانت. يا ماما منال وقفت جنبي كتير، ما ينفعش تبقى هي نفسيتها تعبانه وعايزه تخرج ولا عايزه تروح في حته وانا ما اقفش جنبها. منال غلبانه وانا بحبها. انا بس عارفه قولي لها امي برضو عايزه اتغدى معاها. تعالي نتغدى يا منال مع امي. صح ولا لا؟ نفسيتها تعبانه ماما، مش عايزه بيت، هي نفسيتها تعبانه ومخنوقه مع جوزها، فانا قلت تفك عن نفسها فخدتها وخرجنا عشان كده. رحتي فكتيها؟ ايوه فكت عن نفسها. فرفشت يعني؟ ايوه ماما، ولو بنتي مضايقاكي قوي كده ماما ومسببه لك مشكله انا هاخدها واوديها الحضانه. لا 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 ما تسمعيش كلام شيماء، سيبك من هو انا ماما لما من اول ما اتولدت قلت لك اوديها بعد 3 شهور، انت قلتي لي ايه؟ لا وقفي. انا اللي قلت لك لا يا بنتي محدش يربيها غيري. ايوه انت مش وقفتي لي قلتي لي كده؟ بقول لك ايه، سيبك من شيماء، بس زعلانه عشان سيبك منها، هي تهدى دلوقتي. يلا قوم تتغدي ولا تتغديش؟ هقوم احط اكلي ماما واكل معاك، انقنق معاك، انا اكلت مع منال بس هقوم انقنق انا ما معاك. اتغديتش وانت عارفه لازم اكل بدري عشان برشمت الصبح. معلش خلاص هقوم احط اكل وناكله مع بعض. ماشي يا حبيبتي، ربنا يهديك ويصلح حالكم. يا رب يهديهم يا رب، ويهديك يا شيماء يا بنتي. انا عارفه ان هي غلبانه وانا صعبانه عليها. طب ما عصمت برضه اغلب من الغلب، اعمل ايه بس؟ يلا ربنا يقويني بقى.